اهلا بيكم في حلقه جديده من سلسله الحته اللي بتيجي، اللي بناخد فيها سؤال بيجي وبيتكرر كتير جدا في الامتحانات. سؤال النهارده او فكره النهارده بعنوان اصطلاحي ولا الكتروني. احنا عارفين ان اتجاه التيار في المنهج اتجاهين، في اتجاه من الموجب الى السالب ده اسمه اصطلاحي، في اتجاه الكتروني ده من السالب لايه؟ للموجب. واحنا ماشيين في منهجنا بالاصطلاحي، يعني التيار عباره عن شحنات موجبه بتخرج من القطب الموجب، فلو اداني في مساله ان اتجاه الالكترونات ماشيه في اتجاه بعكس انا التيار. فنيجي نركز بقى الفكره بعنوان اصطلاحي ولا الكتروني، داخل ولا خارج. سؤال بيقول يمثل الشكل جزءا من دائره كهربيه مغلقه، اتجاهات اي 1 واي 2 واي 3 به هي اتجاهات تقليديه للتيار. يبقى اي 1 واي 2 واي 3 دي اتجاه ايه؟ تقليدي اللي احنا ماشيين بيه. بينما اي 4 هو اتجاه حركه الالكترونات. لذا فان اي 3، طبعا السؤال ده موجود في امتحان دور تاني 2022، وممكن فكره كذا جت كذا مره في امتحانات الازهر والعام. بيقول لي بقى ايه؟ احنا عايزين نطبق قانون كيرشوف الاول. قانون كيرشوف الاول كان بيقول ايه؟ سمشن اي ان بيساوي سمشن اي اوت. المجموع الجبري للتيارات الداخله بيساوي المجموع الجبري للتيارات الخارجه، وبيسموه قانون حفظ الشحنه. تعالى بقى نركز، هو قال لي انه اي 1 تقليدي وداخل، يبقى نحطه الناحيه دي. اي 2 داخلي. اي 4 ده اتجاه الالكترونات. يبقى على طول عشان نحل المساله صح بنعكس الاتجاه. يبقى احنا كده جبنا الاتجاه التقليدي، يبقى بدل ما هو خارج هيبقى داخل، يبقى نحطه هنا. معلش ده اي 2، اي 1 داخل، اي 2 داخل، اي 2 داخل. واي 4 عكسنا التيار لان ده اتجاه الالكترونات، فاحنا بنشتغل بالاتجاه التقليدي. اي 3 خارج، يبقى ده كله هيساوي اي 3. هو عايز ايه بقى في السؤال؟ عايز اي 3، يبقى اي 3 بتساوي اي 1 زائد اي 2 زائد اي 4، يبقى الاجابه الصح رقم باء. يبقى احنا يا شباب لما يديني اتجاه الالكترونات بنعكس التيار ونشتغل المساله خالص عادي. اللي داخل اي 1، اللي داخل اي 2، اللي داخل اي 4، واللي خارج اي 3، يبقى مجموع الثلاثه دول، الثلاثه دول بيساوي اي 3. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.